السلام عليكم. اشتهر بين الناس باسم الأبرعوي نسبة إلى قبيلة أبرعة الساهوية، حيث ولد في عام 1882 بأراضي قبيلة الساهو. إنه القاضي محمد صالح حامد الأبرعوي، حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية من مشايخ منطقته. أما بعدها غادر بلادنا الحبيبة قاصدا الهند، حيث انتسب إلى جامعة ديوبند الهندية. مكث في الجامعة ل6 أعوام ونال منها الشهادات العلمية، وقد شهد له شيوخه بالنبوغ والتفوق ونال منهم ثناء كبيرا. فيعتبر القاضي محمد صالح أحد الأوائل الذين يذهبون إلى الهند طلبا للتحصيل العلمي والشرعي وكسب العلوم، فقد كان الناس يهاجرون إلى مصر أو السودان أو حتى إلى اليمن أو الحجاز لقربهم من بلادنا الحبيبة إريتريا. رجع القاضي محمد صالح إلى إريتريا، حيث استقر في مدينة عدقيح واشتغل في الأعمال الحرة، فتتلمذ على يديه الكثير من طلبة العلم، ومن ضمنهم سماحة الشيخ إبراهيم المختار. تم تعيينه في العصر الإيطالي شيخاً للعساكر، ثم قاضياً لمسلمي إقليم إكلاغزاي في عام 1937، فتسلم القضاء الشرعي في مدينة عدقيح وعضواً في محكمة الاستئنافات الشرعية. أصيب فجأة بمرض الفالج أو الشلل النصفي فساءت حالته. توفي القاضي محمد صالح بصراع مع هذا المرض في فترة بسيطة، حيث توفي في يوم 17 من شهر يوليو بعام 1940، ودفن بمقابر عدقيح الجديدة. وقد حزنت عليه الأمة حزنا شديدا، فقد كان له باع طويل في علوم اللغة والدين، وقد أثنى عليه سماحة الشيخ إبراهيم المختار وتحدث عن سعة علمه وورعه وصلاحه ودوره المهم في نشر العلم وتوعية عوام الناس، فله الرحمة والمغفرة والرضوان.